تعتبر رقائق الشيبس من أكثر أنواع الأطعمة المحببة لدى الأطفال، بل وقد تكون محببة للراشدين أيضا، رغم أن لديهم معتقدات سائدة بينهم حول رقائق الشيبس بأنها ضارة لصحة الجسم. وهناك العديد من الشركات التي تقوم بإنتاج رقائق الشيبس وبيعها، لكن لعل الكثير منكم لاحظ أن كل أكياس الشيبس تكون مملوءة بالهواء، بغض النظر عن الشركة المصنعة أو المكان الذي اشتريت منه الشيبس. عندما ستقوم بفتح الكيس ستجد نصفه مملوءا بالهواء، ولعل أكثركم تساءل عن سبب ملء الكيس بالهواء، ولماذا لم يتم ملء الكيس بكامله برقائق البطاطس. لكن هناك سبب واحد يجعل كل الشركات تقوم بملء الكيس بالهواء. فما هو هذا السبب الذي يجعل كل من يشتري الشيبس يجد الكثير من الهواء والقليل من الشيبس؟ هناك مصطلح متداول في الصناعة التحويلية يطلق عليه ملء الركود، وهو عبارة عن مساحة فارغة يتم وضعها في المنتجات عن قصد، حيث أن ذلك الفراغ الذي تم تركه يعتبر بمثابة مخزن مؤقت للحفاظ على رقائق البطاطس وحمايتها من التلف. لذلك فالهواء الذي تجده في نصف الكيس ليس هواء عاديا، ولم يتم ملء الكيس بشكل عشوائي فقط، وإنما هو غاز النيتروجين، حيث يحافظ غاز النيتروجين على عمر رقائق البطاطس ويجعل مذاقها أفضل. ولا تقلق حيال هذا الأمر، فغاز النيتروجين آمن تماما ولا يشكل أي ضرر من استعماله في الصناعات الغذائية. ربما قد يبقى سؤال عالق في أذهانكم الآن، وهو لماذا لا يتم ملء الكيس بالكامل برقائق البطاطس ووضع القليل من الغاز فقط؟ الجواب على هذا السؤال هو أن هناك طريقة لتحديد كمية الهواء الموجودة في الكيس. ففي سنة 1966 أصدر الكونغرس الأمريكي قانون التعبئة والتغليف، الذي يطلب من الشركات المصنعة الكشف عن الوزن الصافي لمحتويات منتجاتهم بطباعتها بشكل واضح على الغلاف لمنع الاحتيال أو الخداع. لذلك يتم وضع رقائق البطاطس بتلك الكمية. وهذه المرة عند شرائك لكيس الشيبس انتبه للوزن الصافي المطبوع عليه. إلى هنا يكون مقطعنا قد انتهى، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.